لك. بسم الله الرحمن أبدأها وقد آن الأوان. النقد في الريحان وأنواع العطور الفاخرة والشكر والإمنان واسماء التهاني الحسان للقائد الربان تبلغ له تحايا عاطرة من اللي من عرفان لجهود الشجاع اللي تبان في حارس الوحدة وراعي المنجزات الزاخرة على مدى الأزمان لا يتعب ولا حس بهوان يا كفة الميزان ملاك الوصوف النادرة احنا شهود عيان للواقع على مر الزمان وسائر البلدان تشهد بالعيون الناظرة من جمع الإخوان من جمع الإخوان وبدل بالكراهية حنان ما حد سواك لسان لولا كنت ما يسابره لولاك ماشي كان به وحده ولا عيبان كان يحضن جبل ردفان تبقى اليوم قوة قاهرة من جد في إتقان يجعلني ديمقراطي مصان يحكمني القرآن متمسك بسنه طاهره ما حد سواك إنسان يا أبو أحمد ونبصب بالبنان يا مذهل الأذهان زكتك العقول الشاطرة صانع يمن إيمان تسهر من أجل لا يستهان العلم والبرهان فتح للجامعات الوافرة والخط من نجران للساحل إلى الجارة عمان والبعد قد كان حول الله خطامة قاصرة مسحت في إعلان عن مركز رعاية واحتضان الدمع لي شنان من عين اللي تجيب السهرة أوجدت بما كان قالوها العرب والترجمان كل اللي من إنسان عايش في مسر غامرة فليش يا مران تأوي من أراد إنك تهان ترجع كما قد كان لحقاد الوجوه الغابرة يا منطقة حيدان أنت الكف وأعصاب البنان لو قام في ششان فالحوثي سنقطع دابره ثرنا على المارد جميعا مثل ما ثرنا زمان في صف واحد كلنا وقلوبنا متآزرة فلتشهدي أياتها الدنيا على من كان من أراد رجاعنا الماضي كسرنا صابره نموت قبل نعود لحقاد الإمامة والرهان والجهل والإكهان ونفوذ النظام القاصرة والعامل اللي كان يرسل عسكري بالبورزان يفجعوا الأيتام أصحاب الوجيه الفاجرة واسم المدارس لا يقد إلا الثلاث الكوكبان وصنع على دير وباقي الأرض صحراء قافرة والجيش داخلها مجهز معوزه والجبخان والمونه والصفران ما تقرح سوا بالعاشرة حاكم وجلباعوط واجتاح المواطن والكتان أشمني إمام الموت لابن الشعب يرضي خاطره وشاءت الأقدار أن نحيا حياة أي إنسان وأن يعرف الشعب اليماني باطنه من ظاهره فديك يحلى اسمه في الأسماء يشدوها اللسان أيلول سبتمبر حروفا بالضياء متناثرة فيك ولد حر من الأيام مرفوعا مصان أضاء شمسا أحرقت كل اللحم المتآمرة صنعت من غالي دمع ضحى بها كم من فلان وفيك مولد ثورة أقسم ستبقى زاهرة فكلنا جندي سنحماها لتبقى في أمان في ظل قائدنا وقائدنا عيون السهرة. شكرا لك مرة أخرى. الأستاذ علي ربيع. يا علي ما تركت لشعراء المديح شيئا الليلة يعني قصيدتك تكاد أن تكون نموذجا من ضمن جميع زملائك الذين استمعنا إليهم والمشاركين في هذا البرنامج قدرة على التمسك بالوحدة الإيقاعية للقصيدة والوحدة الموضوعية وفي مضمونها القصيدة تمثل وجهة نظر تجاه أو موقف تجاه الحياة أشبه ما يكون ببيان سياسي اجتماعي شامل استطعت أن تحشده داخل هذه القصيدة. أنا أحييك على هذه المقدرة التي قلما يستطيع شاعر أن يتحلى بها في موضوع مثل هذا الموضوع. أنا أشكرك وأتمنى لك التوفيق. شكرا الأستاذ علي بارجة. شكرا. الحقيقة أنا من خلال هذا البرنامج أستطيع أن أقول أن ثمة شعراء يمكن تصنيفهم إلى تصنيفات محددة. يصر بعض الشعراء أن يكون مصنفا وفق اتجاه محدد. اليوم الشاعر علي شاعر حماس، شاعر وطني، شاعر ثوري، هكذا تصنيفك، وربما معظم شعرك من هذا القبيل، وهذا يحسب لك لأنه الشاعر موقف كما قال زميلي الأستاذ علي. في قصيدته لاحظت شيئا مهما جدا، قدرته على التغذية الداخلية، وهذا فن بديعي يحتفل به العرب كثيرا. القافية الألف والنون هذه لا توجد في نهاية القصيدة فقط، ولكنها توجد داخل الأبيات.
جيب لنا بيت من هذا كي أسمع. بسم الله الرحمن أبدأها وقد آن الأوان أوان أن نقطف الريحان وأنواع العطور الفاخرة. الآن ثلاثة تقفيات داخلية بالألف والنون، مع علو الألف وتنغيم النون الموجود أو الغنة الموجودة في النون. طبعا هذا النون نجدها أيضا بكثرة داخل الأبيات، وهذا يكسب القصيدة نغما داخليا جميلا. الشاعر الوحيد إلى الآن الذي استخدم هذا الأسلوب، التقفية الداخلية، وهي على كل حال مهمة صعبة بالنسبة للشاعر، لأنه قد لا تتوفر له هذه القافية، ولكنه يوجدها ويصر على إدخالها داخل القصيدة ليضيف نغما جديدا على قصيدته. شكرا لك. جميل. سأضيف شيئا، أنك استفدت جيدا من إيقاع الزامل. هذا الإيقاع الرباعي 3 شطرات بقافية وشطرة خاتمة قد لا يتوفر في كل الزوامل، ولكنه يتوفر في بعض الزوامل. نحن كنا نحزن ونأذي مجموعة من الألوان والفنون الشعرية عن هذه بحكم واقع المسابقة وتشكيلها. هناك فنون تريد جماعية مثل الدان والبان والدحيف والشامية والزيتونية التي تزخر بها اليمن، لكن أنت الآن قربتنا من هذا الفن، خلقت في داخله قدرة على أن يتحول إلى قصيدة كبيرة مجلية، واستطعت بتعديد القوافي والاشتغال عليها وتحلية القصيدة بها، أن بناء الصورة الضخمة. اشتغلت على صور جزئية جميلة جعلت قصيدتك ناجحة وجميلة ومميزة. شكرا جزيلا لك.